من الحاجات اللي احنا بنشوفها في صناعة الأدوية عبوات من البلاستيك بيكون فيها عدد معين من التابلت أو الكبسول، ومعاهم كيس صغير خالص بيكون فيه سيليكا جل أو كبسولة صغيرة خالص بيكون فيها مادة السيليكا جل. ده نموذج للمكنة اللي بتكون مسؤولة إنها تعبي الأقراص أو الكبسول، ومعاهم كمان كبسولة السيليكا جل. بنبدأ نشغل المكنة، وزي ما احنا شايفين إن المكنة بتعبي عبوتين في المرة الواحدة. طبعا احنا بنظبط المكنة على عدد معين من الأقراص أو الكبسول بنكون عاوزينه يكون داخل الجار البلاستيك ده أو داخل العبوة البلاستيك. بعد ما ينزل عدد الأقراص أو الكبسول اللي احنا عايزينه داخل الجار البلاستيك، بتدخل على الجزء الثاني اللي بيتحط فيه كبسولة السيليكا جل داخل الجار البلاستيك زي ما احنا شايفين. طبعا ده مش مصنع، ده مجرد مكان لتجربة المكنة. وطبعا احنا بنعمل تشيك او بنعمل كل فترة اختبار عشان نتأكد من عدد الأقراص او الكبسول اللي نزل جوه الجار، هل هو العدد اللي احنا عاوزينه او اقل او اكتر.